في اطار سعيه للحفاظ على فريقه، في اطار سعيه لاستقرار فريقه، نادي بيراميدز بيخاطب نادي التعاون من اجل شراء مصطفى فتحي نهائيا. مصطفى فتحي ظاهر مع بيراميدز ما شاء الله بشكل هايل جدا، ابرز لاعبي الفريق واخطر لاعبي فريق بيراميدز دلوقتي هو مصطفى فتحي، عامل اداء هايل جدا معاهم وماشي معاهم بشكل اكثر من رائع، والفريق عاوز يحافظ على سكواده بنسبه كبيره، هيلعب في دوري ابطال افريقيا الموسم القادم ولازم يحافظ على فريقه. زي ما انتم عارفين مصطفى فتحي كان على ذمه نادي الزمالك، والزمالك باعه لنادي التعاون السعودي، ثم بعد كده نادي التعاون بيرجعه اعاره لنادي بيراميدز، والزمالك لحد دلوقتي ما خدش فلوسه من نادي التعاون، غريبه جدا. والزمالك حتى ما فكرش يتفاوض ويخاطب عشان خاطر يرجع مصطفى، اللي الزمالك محتاج لعيب زي مصطفى بشكل عاجل وبشكل ضروري، افضل من لعيبه كتيره بتلعب في نادي الزمالك. في اطار سعيه للحفاظ على فريقه، في اطار سعيه لعقد صفقات قويه جدا، صفقات سوبر لفريقه، نادي بيراميدز بيخاطب نادي الجزيره الاماراتي من اجل التعاقد مع اشرف بن شرقي لاعب الجزيره الاماراتي الحالي ولاعب نادي الزمالك السابق. كان في نغمه كده طلعت اليومين اللي فاتوا ان نادي الزمالك بيفاوض اشرف بن شرقي، والناس قالوا ان بن شرقي قريب جدا من الانضمام لنادي الزمالك، ولكن بيراميدز عايز يعمل صفقات سوبر. تخيلوا بيراميدز في الحته دي عنده رمضان صبحي هيجيب كمان اشرف بن شرقي. لازم تقوي فريقك بلاعبين سوبر ويبقى عندك بديل واثنين وثلاثه، مش يبقى عندك صفقات كسر ولاعيبه كسر تكمل بيها الموسم ويبقى اسمك نادي كبير. لا، بيراميدز عايز يعمل حاجه قويه وعايز يعمل حاجه كبيره، وبيتعاقد مع صفقات سوبر وبيحاول وبيتفاوض حتى بجديه مع لعيبه سوبر. بس كده.